بقيت مش عارف افرق ده بنت ولا شاب. البنات بقوا بيلبسوا شبه الولاد والولاد بقوا بيلبسوا شبه البنات. هو ايه اللي حصل؟ مشكلتي مش في اللبس نفسه، كل زمن وليه موضته وليه شكله، بس السؤال هنا هل احنا عارفين احنا مين؟ اللي كان زمان بيرمز للرجولة دلوقتي بقى بيتقال عليه ستايل، واللي كان بيرمز للأنوثة دلوقتي بقت حرية شخصية. أنا مش ضد التغيير، بالعكس التجديد حلو، والمظهر جزء من التعبير عن نفسك. بس أول ما الشكل يضيع الهوية هنا لازم نقف ونفكر شوية. مش معنى إن الموضة بتقول كده يبقى لازم تجري وراها، ولا كل ترند بيطلع يبقى لازم تجربه عشان تبقى مواكب. الرجولة مش في البنطلون الواسع أو الضيق، وكمان الأنوثة مش في الشعر الطويل والميك اب. الرجولة تصرفات وموقف وكلمة. احنا بقينا بنقلد الغرب في كل حاجة، بس نسينا ان هما نفسهم دلوقتي يحاولوا يرجعوا لهويتهم. احنا بنحاول نجري وراهم وهما بيحاولوا يرجعوا. في النهاية مش بطلب منك ان انت تلبس جلابية وتسيب ولا اقولك خليك محجبة لو مش مقتنع، بس فكر قبل ما تقلد. البس على ذوقك، وخليك دايما فاكر ان اللبس فعلا بيعبر عنك. زمن كله تقليد، خليك اصيل وما تشبهش نفسك بحد. خليك نفسك وباحترام.